وصفة النهاردة جاتوه شاتوه الفراولة، طعمه بجد تحفة تحفة تحفة، هش وجميل جدا. كيكة طعمها تحفة، كانت طعمها يعني كده جاتوه. عشان كده قلت لكم ده جاتوه شاتوه الفراولة باكوين جيلي. ممكن تستخدموا الفراولة، ممكن تستخدموا التفاح، التوت، اي طعم هيبقى تحفة بنفس المكونات، بس هنغير نوع الجيلي. الباكوين دول انا هحطهم دلوقتي عندي في الكبة. ممكن تستخدموهم في الخلاط. يعني كيك سهل وسريع جدا، ومش عايزه اقول لكم يعني حلو قد ايه، هتجربوه بنفسكم وهتعرفوا. بس لايك وشير بقى للوصفه، شير كتير عشان توصل لاكبر عدد من الناس. حطينا كوبايه من السكر، كوبايه ميه سخنه مغليه يعني لسه منزلها من على النار، عشان انا عايزه السكر والجيلي يدوبوا. خفق مستمر لغايه ما يدوبوا كده، وبعدين هنحط بقى كوبايه من الحليب، يعني عادي بقى مش مشكله سخن او بارد، هو كده كده الجيلي خلاص والسكر دابوا. خفقة 2 كده 3، وبعدين هاحط بقى الزيت، كوباية برضو من الزيت. نستخدم أحسن نوع وأنقى نوع، ونوع ما يكونش ليه ريحة من الزيت. هيفرق جدا طبعا في سمك الكيك يا جماعة. يعني لو استخدمتوا نوع مش كويس هتحسوا ان الكيكة بتاعتنا مكتومة ووحشة. فنهتم بموضوع الزيت ده. هناخد بقى من الخليط ده كوباية كده، وننزل بقى 4 بيضات من درجة حرارة المكان طبعا، وعليهم ظرفين من الفانيليا، أو ربع فانيليا، ربع معلقة صغيرة فانيليا. مع ان 3 كوبايات من دي منخولين 3 4 مرات، عليهم معلقتين صغيرين من البيكنج باودر، او معلقة كبيرة بيكنج باودر مليانة، ورشة ملح. بس كده هنخلطهم ببعض. وطبعا انا هنا عندي الكبة بتتحمل الدقيق عادي فهحطها، لكن لو عندك الخلاط تستخدميه، فضروري جدا تنزلي المواد السائلة دي على الطبق اللي فيه الدقيق، وتقلبي بالمعلقة اللي هي اليدوية ديت وخلاص. مش هتحتاجي تحطيها في الخلاط لانها هيبوظ لك الخلاط. انا قبل ما ابدا في الوصفه مشغله الفرن على درجه حراره 180. وطبعا انا كان عندي ورق زبده فحطيته. الصينيه هنا مقاس 25 في 30، دي الصينيه اللي هي الكبيره في طقم الصواني المستطيله. وطبعا هي مش كبيره، او يعني مش هترتفع معانا يعني ارتفاع يعني كبير قوي، لان زي ما انتم شايفين صينيه كبيره، وانا عايزه ارتفاعها كده حلو جدا، فهتاخد معايا تسويه من تلت لنص ساعه بالكتير خالص. نغطيها ونقشرها بعد كده. محلول التسقية بتاعي عبارة عن نص كوباية من الحليب الساقع، عليه معلقة كبيرة من السكر، وهسقي بيه كل الكيك. ضروري جدا يا جماعة موضوع التسقية ده، لو مفيش حليب ممكن تبدله بمية عادي جدا. في الكب عندي هنا هستخدم 3 معالق كبار من السكر، عليهم كوباية كريم شانتيه، كوباية مية ساقعة متلجة، وممكن نستخدم حليب عادي. 3 4 معالق كده من الصوص عشان انا عايزة لونه بينك، واخلط كويس قوي. في الكبة دي برضو بتعمل كريم شانتيه، ده كيس الحلواني. وهحط فيه الكميه بتاعتنا كلها، وهعمل ايه بقى؟ هحط كل كميه الكريم شانتيه في الكيس كده زي ما انتم شايفين، وهعمل اطار. طب لو انتوا حابين ترجعوها على الصينيه عادي، بس انا كانت الصينيه عندي مشغوله فحطيتها على البورد دوت. وهعملها زي معامله التورته كده. هحط كل كميه الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده، وهجيب بقى سكريبر. زي ما انتم شايفين. هساوي كل السطح كل السطح. في حاجه حصلت بقى معايا هنبهكم ليها. لو انا ده الخليط ده ما دخلتوش التلاجة، وطبعا لو كان في الصينيه فكان عادي جدا ان انا اصبه مش هيسيح زي ما حصل في الجوانب زي ما انتم شفتوا كده. انا دخلته التلاجة شويه يتشمع، ودخلت كمان الصوص دقيقتين بس، دقيقتين كده عشان يتشمع وينفع يتحط يتصب كده على الجاتوه من غير ما يسيل معانا ويبهدل الدنيا. كان فايض معايا معلقتين كده كريم شانتيه، حطيت عليهم شويه ميه عاديه جدا، وخففتها وعملت الشكل اللي انتوا شايفين ده، اي شكل ينفع. وكان معانا الجاتوه القمر التحفه ده، حطيته بالظبط حوالي نص ساعه في التلاجة، يعني الولاد مش صبروا عليه. وكلوه بألف هنا والشفا، عجبهم جدا جدا، ينفع حلو جدا لضيافة، هيشرف قوي. حلو وطعمه تحفة يا جماعة، كيكة هشة وجميلة جدا، الطعم الصوص حلو قوي قوي قوي. جربوها يعجبكم. كنت معاكم على تهامي.